السلام عليكم. مرحبا بكم في دروس تعلم سياقة آلة الرافعة بطريقة حرفية وتحترم معايير السلامة. معكم خوكم ياسين. غادي نشرحوا نظريات من فورماسيون كاسيس. خليكم معايا. أول حاجة قبل ما نبدأ العمل خاص نراقب الرافعة ديالي من عدة أمور باش لكان خاصها أو خاسرة فيها شي حاجة نعلم المسؤولين من أجل السلامة ديالي. نشوف واش كاين المسمار اللي كيشد الفورشيط حيت كيلعب دور مهم باش ما تقلبش ليا الحمولة فاش نكون غادي. نراقب الرويد واش مزيانين، ما خاصهمش يكونوا بحال هاد الشكل اللي في الصورة، حتى ملي غنشد الفران ما غيتوقفش الكلاك. نراقب الكابليات والسلاسل لا يكونوا خاسرين او مقطعين. نراقب فيكسيبلات لا يكون شي واحد الزيت كيقطر منه واش مزيانين. نراقب هاد الفيرانات لا يكونوا الجوانات مشاو ويكون كيخرج الزيت وهذا خطر. نراقب مستوى الماء في الرافعة لا كانت فيها رادياتور، ولا كانت إلكتريك نشوف واش مشارجي الباتري. نراقب المنبه الصوتي أو الكلاكسون واش خدام مزيان حيت كيلعب دور مهم في الخدمة. نتفحص واش خدامين البولات كاملين كيشعلوا. نتفحص واش فران امان خدام مزيان او فران ديال اليد، كذلك الفران ديال الرجل حتى هو واش خدام مزيان. الان غادي ندوزو لطريقة السياقة باحترافية. العبار اللي خاص تكون غادي بيه سواء هاز الحمولة ولا لا هو 15 سنتيم او 20 سنتيم على الاكثر من الارض الفورشيت كيف كتشوف في الصورة. هذه هي الطريقة الاحترافية ديال سياقة آلة الرافعة. لكن تهز شي حمولة وهابط شي هبطة بحال هكا ما خاصكش تهبط من الامام كيف كتشوف، خاصك تهبط ماشا ريال باش الحمولة ترجع لعندك وتكون امامك. هذه هي الطريقة الصحيحة. الا كانت امامك كلاك اخرى خاصك تخلي مسافة الامان ديال 3 الكلاكات اخرين كيف كتشوف. ما خاصكش ترفع حمولة ولي فورشيت ما داخلينش كاملين حيت غادا تقلب ليك. ما خاصكش ترفع حمولة ما قادش عليها الكلاك حيت غادا تقلب ليك. ما ترفعش حمولة ما مصايباش مزيان بحال هاد الشكل حيت فاش غتبغي تبلاصيها غطيح ليك. الا كنتي هاز حمولة كبيرة وحاجبة عليك الرؤية ما خاصكش تمشي من الامام، غتشكل خطر على العمال معاك. خاص تمشي ماشا ريال باش تشوف شكون كاين. خاص ترد البال لا كنتي باغي تخرج من شي باب ولا تدخل، لا تصطدم من فوق الباب. لا مشيتي بسرعة وشديتي الفران بمرة غيتقلب بيك الكلاك. السرعة المسموح بها داخل الشركة هي 18 كيلومتر، ما تفوتهاش. ما ترفعش شي عامل معاك فوق الحمولة كتعتبر خطأ وكتشكل خطر عليه. كذلك ما ترفعش شي عامل فوق الباريط لإصلاح أو لحساب شي حمولة. كاين كاميون اللي مختص بهذه الخدمة. ممنوع يدوز شي حد من تحت الحمولة. كذلك ما ترفعش جوج حمولات في خطرة واحدة حيت الكلاك غيفقد التوازن ديالو وغيطيحوا. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات ونتلاقاو في فيديو قادم بإذن الله.